اللي بتشتغل مشرفة عمال بمستشفى الحياة في بورسعيد، وجدها زوجها مقتولة في شقتها بعد عودته من العمل قتلة مفزعة. وجد راسها مشقوقة نصين. الست دي كل اللي حيلتها من الدنيا البنت بتجهزها وعاملة لها جهازها وولدين صغيرين. حياتها كلها قايمة على شغلها وبترجع بيتها تشوف طلبات حياتها. اليوم دوت زوجها رجع لقاها المقتولة في بيتها. دوروا وبحثوا وتحريات قامت عشان تتحقق مين اللي سبب في الجريمة. اللي كشف الجريمة واللي كانت بالنسبة لنا صاعقة وجود تيشيرت في شقة المجني عليها. التيشيرت دوت الأطفال ولادها عرفوه واستدلوا على صاحبه وقالوا ده صاحبه جارنا الشاب اللي في الشقة اللي قدامنا واللي هو عمره 17 سنة. بسؤال البنت بنتها، البنت بدأت كلامها تتلجلج، بدأت تقول كلام وعكسه، ومن هنا قدروا يتوصلوا بعد ما قالت ان هي جالها تليفون من المستشفى وقالوا لها ان مامتك مغمى عليها وتعالي شوفيها. فانا اروح سبت البيت ورحت المستشفى لوالدتي وما كنتش موجوده لحظه ارتكاب الجريمه وما اعرفش ايه اللي حصل. من هنا البنت عايزه تثبت ان هي كانتش موجوده، وقالت انا لما رجعت ما لقيتش في فلوس في الشقه، فعايزه تقول ان هي كانت جريمه سرقه. المباحث هودت البنت على ان الكلام صحيح، بدأت تكمل تحرياتها عشان تتأكد من كان كلامها صدق ولا مش صدق. لما وجدوا التيشيرت يخص الولد الجار، بدأت الخيوط كلها تتجه ناحية الولد وناحية البنت. بالتركيز وبالتحري وبسؤال الاتنين اتلخبطوا، والاتنين اعترفوا بجريمتهم البشعة، وهم انهم كانوا بيرتكبوا الرذيلة، وان الست دخلت عليهم فجأة بعد رجوعها من الشغل وشافتهم. فالبنت كتفتها عشان ما تصرخش وتفضحهم، والولد جاب حاجة وخبطها على دماغها، وهي بتطلع في الروح قالت لهم خلوني أنطق الشهادة. نطقت الشهادة والولد لحقها وقال لها كفاية عليكي كده، وراح خبطها على دماغها شق دماغها. الست وقعت منتهية. البنت بقى المجرمة عشان تتأكد إن أمها توفت بالفعل راحت جايبة مية سخنة دلقها عليها عشان لو كانت مغمى عليها تفوق، ولو كانت مش ميتة وبتمثل هترجع تحس، فالبنت ترجع تعود عليها تاني قتل. طبعا جريمة محدش يتخيلها ولا حد إنسان يتصور إن بنت تعمل في أمها كده، ولكن ده اللي حصل. والبنت اللي أمها بتضحي وشقيانة عشان خاطرها كانت نهايتها على أيديها، عشان خاطر بتخون خطيبها أولا وفي الآخر قتلت أمها. جريمة بتوصل لجريمة، الله المستعان.